واش الإخوة، مرحبا بكم في فيديو جديد. معكم ديونيسيوس. اليوم الخوت مع فريدريك نيتشه، مع فيلسوف المطرقة والعود الأبدي وإرادة القوة. اليوم موضوع حساس بزاف هضر عليه نيتشه، واللي هو الشغل، الخدمة من منظور نيتشاوي، الخدمة بجميع الأنواع ديالها. نيتشه في القلب ديالو القيم ما خلى حتى شي حاجة ما دواش فيها. نيتشه دوا على كلش، دوا على الشغل، دوا على العلاقات ما بين الناس في المجتمع، دوا على الإرادات ديالهم، دوا على الدين، دوا على الإله. يعني نيتشه ما خلى حتى شي حاجة ما انتقدهاش في المشروع ديالو الأكبر اللي هو قلب القيم والمفاهيم ديالنا عليها. اليوم غادي نشوفوا فكرة الشغل من منظور نيتشاوي، واللي كتصل بالرؤية ديالو العامة للحياة والوجود. يعني يفوا غندويو على نيتشه، غندويو على المطرقة، ف يعني توقع النقد العميق للمجتمع الحديث والشغل الحديث بهذا المعنى هذا. نيتشه كان ناقد الثقافة الصناعية والمجتمعات اللي كتركز على العمل بزاف، خصوصا في المجتمعات الرأسمالية اللي سائدة طبعا حاليا. نيتشه عاش في القرن التاسع عشر. هذا القرن هذا اللي بكثرة الاحداث اللي طراو فيه، سواء على المجال السياسي، الفلسفي، الحروب الى غير ذلك، كاين اللي كيعتبر ان هذا القرن 19 اهم قرن في تاريخ البشريه. طرا فيه بزاف ديال التحولات، اضافه طبعا للقرن العشرين، ولكن اللي مهد للقرن العشرين راه هو القرن 19. دونك نيتشه عاش في واحد الوقيته وشاف العمال وشاف المصانع وشاف اللوزينات وشاف بلاد بشحال كيعاني بسبب الشغل يعني ذاك القطاع، يعني الشغل شحال كيعذب الناس وشحال كان كيتاسف الحاله ديال الانسان الحديث فين وصل مقارنه بالحاله ديالو في التاريخ القديم. نيتشه كان ناقد للثقافه الصناعيه وركز على على واحد البلان باش يقول ان العمل ما خاصوش يكون واحد الغايه في حد ذاتها. يعني الشغل ما خصوش يكون هو الشغل الشاغل للانسان في الحياه ديالو. هذه هي المقوله اللي استنتجتها انا من رؤيه ديال نيتشه للشغل، وهو ان الشغل ما خصش يكون هو الشغل الشاغل للانسان في الحياه ديالو. الا كان انسان خدام واحد الخدمه اللي ما غاديش تسمح له باش انه يتامل ويبدع ويحقق الذات ديالو ويكون عنده على الاقل ثلثين من اليوم ديالو، فراه هو مجرد عبد، هي عبوديه حديثه. نيتشه كيشوف ان الشغل وسيله باش نهربوا من الذات ديالنا. نيتشه كيشوف ان الشغل المكثف والمتكرر 8 12 6 مثلا كيتخدم كوسيله باش نهربوا من مواجهه الاسئله الوجوديه العميقه. وهو يعني مثلا شي واحد كتلقى خدام عند شي واحد كيخدم باش انه ينسى علاش هو خدام اصلا عنده، ما يواجهش ديك الواقعه، مثلا انه ما قراش، مثلا انه كذا، مثلا انه شنو كيدير هو كاع في الحياه، واش هذا الشيء عنده معنى. يعني كيحاول انه يلهي راسو بالشغل باش يتجاهل هذه الاسئله المصيريه. بالنسبه له البشر في المجتمعات الحديثه، يعني بالنسبه لنيتشه، غالبا ما كيكرسوا الحياه ديالهم للخدمه، يعني خصوصا في المدن الكبار مثلا كازا الى غير ذلك، الرباط. كتلقى الناس بكثرة ما كيتجاراو، و بنادم ما كيلقى حتى الوقت باش انه يفكر في الذات ديالو ويتفكر في معنى الحياه، ولا شنو كيدير في هذه الحياه، ولا شنو المغزى من هذا الوجود، المغزى من الوجود ديالو هو وشنو خاصو يحقق. فقط خاصو يخدم ويجيب الفلوس ويعيش بحال شي حيوان. الشغل كيشوفو نيتشه على انه كيشير على ان الانسان داخل في التفكير ديال القطيع، داخل في الماتريكس باختصار. نيتشه كيشوف ان التركيز المفرط في ذاك العمل الجماعي والنظام الصناعي الحديث، يعني بنادم خدام في الكابلاج، بنادم خدام في شركه، بنادم خدام مع احترامنا زعما جميع القطاعات وجميع الخدمات. حنا ما عندناش مشكل مع الخدمات، ولكن عندنا مع النظام الكبير اللي كيحاول انه يستغل الناس
وينستيهم في راسهم وينستيهم في اهم شيء اللي هو الذات ديالهم انطلاقا من الشغل. نيتشه كيشوف ان هادشي كامل جزء من القطيع، ثقافه القطيع. الانسان كيفقد الفرديه ديالو والاستقلاليه ديالو والحريه ديالو في التفكير والابداع، وكيصبح مجرد تيرس في آلة المجتمع. نيتشه كيشوف ان الشغل بزاف بحال مثلا يعني الطبقه البروليتاريه طبعا راه هي كتشتغل بزاف. اي حاجه، ما اي طبقه ما عندهاش وسائل الانتاج فراه غتشتغل باش انها تعيش، ما عندها ما دير. نيتشه كيشوف ان الشغل كيوقف عائق بيننا وبين الابداع، بانك تبدع. يعني من منظور نيتشاوي اللي الابداع فيه واحد المساله كبيره، كيعطي واحد القيمه كبيره للابداع، وانك تبدا شي حاجه ديالك، تبدا الطريقه ديالك خاصه بك. يعني تكون عندك اراده قوه وتبدا واحد الطريقه خاصه بك، طريقه جماليه، طريقه رائعه. يعني من منظور نيتشاوي داك الشغل الروتيني كيتعتبر عائق قدام تطوير الانسان للذات ديالو، وانه يسعى وراء اشياء مثل الفنون، انه الفلسفه، يبتكر. نيتشه كان كيامن بان الحياه خاصها تكون كتحتوي على اهداف ابعد من مجرد العمل من اجل الكسب القوه ديال اليوم او البقاء في الحياه. الشغل كان كيشوفو بحال واحد القيد على الاراده الحره. الاراده الحره والفرديه كانت محور اساسي في الفلسفه ديال نيتشه. الشغل المألوف والمفروض كيمثل واحد القيد على حريه الانسان باش انه يحقق الذات ديالو وفقا للاراده الخاصه ديالو. وهادشي هو اللي كيتعارض مع رؤيه نيتشه لفكره الانسان الاعلى، وهو الاوبرمنش اللي خاصو يكون افضل من هذا الانسان اللي كاين دابا في الارض. يعني ما خص حتى شي حاجه تكون كتقيد الاراده الحره ديالك، خصك دير انت قيم ديالك، عمل خاص بك انت، يكون عندك واحد الوقت للذات ديالك باش ترجع للذات ديالك، ماشي الناس اللي يعطيوك داك الوقت، انت خاصك ديرو. يعني من منظور نيتشاوي خاصنا نعاودوا اعاده تقييم لهذا العمل والمفهوم ديال الشغل في هذه المجتمعات. نيتشه باش نتفاهموا ما كيرفضش الشغل، نيتشه كيقول ماشي ما تخدمش، بل راه خاصك تخدم. راه من الصفات ديال الانسان الاعلى هو انه كيثبت، انسان ثبوتي ماشي ارتكاسي، ماشي ضعيف، انسان كيخدم، كيقوي القوه البدنيه ديالو، قوه المكانه الاجتماعيه ديالو. الانسان كيحتاج الشغل طبعا، ولكن نيتشه كيدعيك باش انك دير واحد الاعاده تفكير في المعنى ديالو والدور ديالو في الحياه. الشغل بالنسبه لنيتشه خاصو يكون وسيله باش اننا تحقق الذات، ماشي باش انك تفقد الذات ديالك. هو ماشي مجرد غايه للاندماج في المجتمع والاقتصاد، بل خاصو يكون هو سبل من سبل او سبيل من سبل تحقيق الانسان الاعلى في الحياه. يعني ممكن انا نلخص الموقف ديال نيتشه من الشغل بانه نقد الانظمه توتاليتاريا باللغه ديال حنا اريند اللي كتحكم الانسان في جميع الجوانب الحياه ديالو، الانظمه الشموليه واللي كتجعل منه عبد، غير فقط عبوديه حديثه. يعني نيتشه كينتقد هذا العمل في حد ذاته، حيت كيهمل الابعاد الانسانيه ديال الانسان، وكيدير الحياه اكثر توازنا، كتيح للفرد السعي وراء الجماليات والابداع، واش انه يتفوق على الذات ديالو اجل ان يكون انسان اعلى وما يكونش مستعبد من طرف الاله ديال العمل اللي خدام فيها او الشركه اللي خدام فيها.